السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا وسريعة وطعمها حلو جدا. هنعمل مع بعض خبز البالون. مكوناته سهلة جدا وبينفع في السندوتشات، بيبقى طعمه حلو جدا في السندوتشات الحلوة والحادقة. يلا بينا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. بس في الاول اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، ولو اول مرة تتابعوا قناتي مطبخ ياسمين سمك ياريت تشتركوا فيها. ونقول بسم الله، اللهم صلي وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا معايا للمكونات 5 كوبايات من الدقيق، ده دقيق متعدد الاستخدامات. ومعايا كوبايتين حليب دافي، هتستخدمي من كوبايتين لكوبايتين الا ربع كده، يعني حسب نوع الدقيق. ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة خميرة. وهضيف على الدقيق معلقة ملح صغيرة ممسوحة، وهقلبها كويس في الدقيق بالشكل ده كده. وصفة سهلة جدا ومغذي، يعني في حليب وهنضيف له سمسم برضو. وبعدين هضيف بقى الخميرة والسكر على الحليب وهنقلبه كويس كده. دلوقتي هبدأ احط الدقيق وهضيف عليه الحليب كده بالشكل ده مع الخميرة والسكر. قلبتهم مع بعض، ممكن بقى تعجنيهم بايدك عادي، وممكن تحطيهم في العجان بالشكل ده. هبدأ بقى اعجنهم مع بعض. بصوا العجينة اهي لمت معايا، عجنتها تقريبا لمدة 10 دقايق كده. بصوا بيكون قوامها بالشكل ده، بتكون عجينة ناعمة وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد، طرية اهي بالشكل ده. بصوا ما بتلزقش في ايدي وانا ماسكاها. هغطيها بقى وهسيبها من ساعة الا ربع لساعة، علشان تخمر حسب الجو. وكده بعد ما خمرت معايا هبدأ بقى اشكلها. اهي هقطعها بقى. هقطعها بالشكل ده. وهبدأ اعملها كور زي ما احنا شايفين كده. عجينة حلوة جدا وطرية. طبعا بعد ما عملتها كور غطيتها كلها، وهبدأ دلوقتي افردها. انا معايا طبق حطيت فيه لبن و... وبولة تانية حاطة فيها سمسم. هاخد كده الكورة وهحطها في اللبن وبعدين هحطها في السمسم عشان السمسم يمسك فيها كويس. وبعدين هبدأ افردها
زي ما احنا شايفين كده. ما تخليهاش رفيعة قوي كده، تبقى بالسم كده. وبعدين هقطعها بالشكل ده. هعمل بقية الكمية اللي معايا. وهرصصها كده على ورقة زبدة او على صينية وهغطيها كده. انا خلصت الكمية اللي معايا كلها. هغطيها بقى واسيبها تخمر لمدة نص ساعة كمان. وبعد نص ساعة طبعا انا حطيت الزيت يسخن. بصوا بصوا حجمها اتضاعف معايا كده، بقت جاهزة معايا ان انا على طول هقليها. طبعا الزيت هسخنه كويس جدا، لازم الزيت يكون سخن جدا. وحضرت صاج وحطيت عليه شبكة علشان اول لما اطلعها من الزيت احطها علشان تصفي اي زيت هيكون موجود فيها. هي ما بتكونش شاربة زيت من جوه. بعد ما الزيت سخن انا حطيت فيه كده، وبيبقى معاكي معلقة بتفضلي تحطي على الوش كده بالشكل ده. بصوا بتبدأ بقى ترتفع معايا، شكلها بيبقى حلو جدا اهو بالشكل ده كده. ما بياخدش وقت خالص، يعني الكمية اللي كانت معايا دي كلها انا قليتها كلها في 10 دقايق. بالشكل ده هطلعها بقى على طول. هعمل بقى كل الكمية. عملت الكمية اللي معايا كلها، ما خدتش وقت معايا خالص. بص من جوه عامل ازاي، جميل جدا وهش كده. بصوا طري ومش شارب زيت خالص من جوه، ولا كأنه معمول في الزيت اصلا. هتعمليه بقى سندوتشات حلوة قوي، في السندوتشات الحلوة والحادقة. ممكن تعملي فيه اي حشوات انتي حباها. بصوا بصوا من جوه عامل ازاي. انا عملت سندوتشات جبنة كده وحطيت عليها طماطم وفلفل. ممكن تحطي نوتيلا وتحطي مثلا فاكهة عليها، تحطي موز، تحطي فراولة. تعملي اي حشوات، حشوة بيتزا، اي حاجة انتي حباها. بيكون طعمها حلو جدا فيه مع السمسم، طعمه بيبقى حلو جدا. يا ريت الوصفة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش متابعينها. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.